ضيفي النهارده واحد صاحبي، وانا بصراحه بعمل البرنامج ده عشان استضيف صحابي. انا بحبه قوي، بعيدا بقى عن كونه فنان جميل راقي طيب جدع راجل، كل الحاجات دي صاحبي. فمعلش استحملوني ان انا يعني بستضيف صحابي. انا يعني من شروطي وانا بمضي البرنامج دوت قلت انا هستضيف صحابي لانهم وحشيني جدا. ضيفي وضيف حضراتكم النهارده الفنان الكوميديان الكبير الخلوق سامح حسين. حبيبي حبيبي يا ريس. حبيبي يا سبوح. لا الإفيه ان انت تغلط في الاسم. ضيفي وضيفكم النهارده سوري الاسم ابراهيم. بعد كل الحاجات دي. سامح انا مش عاوزك تستغرب من حبيبي، مش عاوزك تستغرب النهارده من الاسئله اللي انا اسالها لك، لان طبعا انت هتبص لي من عين الله. طب ما انت عارف بقى طبعا، بس الجمهور ما يعرفش العلاقه الصفراء العظيمه اللي ما بيننا اللي هي العلاقه القديمه جدا والحاجات القديمه الجميله. عندي سؤال هنا بيقول سامح انت كنت في مسرح كليه حقوق وكليه اداب، وانا لو شلت الورق دي هتعرف تسال؟ وحافظ يعني؟ ما تحرجنيش ما تحرجنيش يا سامح. ابص فيها بصه بس انت عارفني بحفظ على طول. وكليه اداب وبعديها طالب في مركز الابداع الفني الدفعه الاولى. سموح السؤال، انت بتعمل كوميدي دايما جربت مره تعمل سيريس، تعمل جد؟ يعني احنا مبدئيا كنا مع بعضينا وشوفنا ايام جميله الحمد لله في مركز الابداع. اللهم لك الحمد. واحنا انا عملت اللص والكتاب، كان شخصيه فطين كوميدي وشخصيه ميشو. قلنا ايه، طب نعمل حاجه مش كوميدي بس نسند على حاجه ممكن الناس تبقى حباها، عشان لو المسلسل ما عجبهمش الشخصيه التراجيدي يبقى في حاجه شايله يعني. فالحمد لله المسلسل الحمد لله الشخصيه الثانيه اللي هي التراجيدي دي عجبت الناس اكتر من الكوميدي. فتقريبا انا كوميديان فاشل باين. هما كانوا مستنيين الجديد بتاع سامح حسين مش اكتر يعني. دي كانت اول تجربه ليك في السيريس والجد، عشان اصلا انا عارف الموضوع المسرح. انت منطقك منطقي في المسرح. احنا مش هنعمل جد في مسرح، ما تجيبنيش انكد على الناس او اعمل جد او مورال او الكلام ده بتاع. احنا كنا بنعمل هلس. وبعدين تدخل تعمل ايه يعني، ممكن تلاقي ناس بيعملوا جد من الاول للاخر واحنا ندخل نعمل سينه صغيره، الجمهور يطلع يبقى حابينك الحمد لله، مش حابين اللي عامل بطوله. سموح انت بدات اصلا كمساعد مخرج في اكتر من فيلم. كنت مركز في التمثيل وقتها وبتعتبر انك مساعدتك للاخراج يعني دي خطوه للتمثيل، ولا انت كان نفسك اصلا تطلع مخرج؟ لا هو انا نفسي امثل. مش في دماغك خالص موضوع الاخراج ده؟ لا مش في دماغي يعني. مثلا الاستاذ وائل حسين عارفه طبعا. اسمع. ده انا اشتغلت مع مساعد مخرج رغبه مني واملا ان انا امثل معاه. ايه ده؟ ان انا عايز بقى يشوفني لايف. طب يمكن في مشهد ولا حاجه يقع من حد فانا ادخل اعمله. كان هو ده الغرض ان انا اشتغل يعني في السينما. ساعدت الاستاذ وائل حسين؟ في وش اجرام كنا في اسكندريه كمان. عندك اصحاب تافهين يا سامح؟ عشان كده جبتني؟ لا انا بلاش اقول لك اللي هو يعني عندك اصحاب تافهين غيري. لا يعني انا اعرف واحد صاحبي كلم واحد صاحبي تاني قبل الماتش الاخير بتاع الاهلي والزمالك وسايب شغله. ده مش تافه، ده حقير. سايب برنامج. عارفه. واحنا هنقطعكم احنا مش عارف ايه. لا يعني في كتير. في كتير كويسين يعني. وانا ممكن ابقى منهم عادي، من الاصحاب. تافهين. انما هو ساعه الجد بتلاقيهم جد جدا طبعا. لكن هو وجهه نظرنا عن التفاهه ان هو زي ما تقول ايه، عاوز يعيش شباب يعني، عاوز يعيش سنه، عاوز يعيش سن اصغر من سنه، عايز يعيش سن اكبر من سنه، كل الكلام ده. لكن ساعه الجد بص هو التفاهه اعتقد بص الكلام التافه اللي انا هقوله ده طبعا طبعا حبيبي. التفاهه اعتقد ان هي صفه ملصقه اكتر بالطفل. فاذا هي اكيد من شخص طيب طبعا وشخص نقي، طبعا لانه بيفكر في حاجات تفاصيل صغيره
تبدو للعقله إنها ان هي تافهة دي جدا. تافهه جدا. زي اللي هو لا انا مش هشرب، ما كنتش حابب اشرب في مج، بحب اشرب في كوبايه ازاز، فحاجه تافهه. طب ما تشرب يا عم في مج، ايه المشكله؟ فلا، في ناس تافهه كتير. يعني انت شايف اللي بيعترض انه يشرب في مج ولازم يشرب في كوبايه ازاز دي تفاهه؟ انت ايه؟ لا يا حبيبي، انا تمام. لا، وكنت شغال يا بيومي في حته، كنت شغال في حته ايه، كنت جرسون في مكان. وبعدين بروح اجيب القهوه والبتاع والشاي للناس اللي قاعدين على المكاتب، رايح جاي 12 ساعه على رجلي. ففي واحد كان خانقني جدا، اروح اعمل له القهوه، اصبها له، بعد ما اصبها له هو شايف ده يقول لي انا عايز الفنجان الاسود مش الابيض. بعد ما تصبها له؟ طب ما حضرتك تقول لي يعني قبليها، ما انا اللي بشيل الفناجيل دي. كان مرتبي رايح على ان انا بشرب الحاجات البايظه اللي انا بعملها. فدي حاجه تافهه طبعا. فاكر اول بنت ساعه الجامعه قلت لها انا بحبك، عملت ايه؟ هي ضحكت ساعتها. ضحكت ومشيت وما قالتش حاجه. اصل انا واحد صاحبي قال لي ايه، فقلت له انا بحب فلانه دي قوي يعني وبتاع. وبعدين كانت هي في ايه، في احنا في فريق المسرح، وفي استعراض كده، وانت عارف اخوك في الاستعراضات طبعا. الله اكبر يعني. الله اكبر. واحنا بنرقص في الاستعراض، هي ما في الفرقه، فانا معجن رجليها، عمال اعجنها يعني، ومع ذلك حبيتها. طبعا. فروحت قلت لصاحبي بقى انا يعني طب اقول لها ايه يعني؟ قال لي بص، انت هتروح تبص في عينيها بس تسمع كلامي. قلت له طبعا. طبعا. وهو بقى هو مرتبط، فده مثل اعلى طبعا ان هو مرتبط يعني. طبعا. فقال لي انت تبص في عينيها وتقول لها بحبك 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 3 مرات. قلت له يا خلوق، لا والله العظيم دي جابت نتيجه معايا، اللي معايا دي انا قلت لها 3 مرات. فقلت لها عايزك في موضوع. فواقفين وبتاع، فقمت باصص في عينيها وقلت لها بحبك بحبك. فضحكت، وانت استغرابك انها ضحكت ومشيت. مشيت، ما قالتش اي حاجه خالص، وخرجت بره الفرقه خالص. دمرت مستقبل البنت. يعني. طب فاكر انت مره حكيت لي على مسرحيه عملتها في حته شعبيه او قول لي والنبي سامح الناس كنا بنعمل ايه، مسرحيه في الجماليه. ماشي، تبع قصر ثقافه الغوري. فالقصر ساعتها كانت مش عارف وزاره الثقافه او وزاره الاثار خدته حاجه كده. فالسنه دي قالوا لنا هتروحوا في مركز شباب في الجماليه. طب ما فيهاش مسرح الحته دي، فقالوا لنا لا هنعمل ايه، في مسرح بس ما فيش كواليس، هنعمل صوان كده زي بتاع الافراح والعزاء وتغيروا جوه الحاجات وبتاع. فماشي، فانا عامل دور لطيف وبتاع. والصوان بيبقى ايه مش كله كده، انت فاهم، فزي الخيم كده مربوط من حاجات كده. فاحنا بنغير، خلصنا المسرحيه وبتاع وبنغير، فايه اطفال بقى هناك لطاف جدا. ابو علي كنت عامل انا دور اسمه حسن، فابو علي يعني ابو علي فنعم يا حبيبي احنا عايزين نسلم عليك، احنا بنحبك وبتاع. فانا طبعا ايه يعني عملت ايه فيها اوفر شويه عشان اصحابي يتجمعوا شوفوني ان انا بسلم على معجبين يعني. فقمت مادد ايدي كده، فلقيت فجاه بيومي ايد دخلت مسكت كده وواحد لسعني بسجاره. قوموا بقى. لا ذكريات. يعني واحد مسك ده دول عاملين والخطه والكلام دوت وبيحبوني. امال لو مش بيحبوني كانوا قطعوها. وانه قاعد يزفوا حد من زمايلك والكلام ده، قاعد يعيط نجم العرض باين ساعتها ولا كان محسن رزق. ده كان محسن رزق. كان محسن المؤلف، اللي هو المؤلف بتاع المسلسلات بتاعتنا. كان بيمثل بقى كان بيمثل فقعدوا يزفوه بقى من اول ما بنخلص. وبعدين واحنا بنمثل تلاقي في كوره جت في، ما احنا في مركز شباب، كوره جت في نافوخه. وانا ايه كنت عامل كذا كاركتر، منهم كاركتر واحد عجوز كده، ومركبين لي بقى ايه البتاع دي. مره الكوره لبست في وشي، لابسه بنت لذينه، البتاع الدقن وقعت. تحس ان احنا بنعذب نفسنا يعني.
من ساعتها ما مثلتش.